نصيحة مني، اوعي تعملي السمك بالطريقة دي، لانك لو عملتيها بالطريقة دي بصراحة مش هتقدري تعملي السمك السنجاري او السمك المدسوس في الفرن الا بالتتبيلة والطريقة دي. بجد طعم وريحة ولون وشكل مش قادرة احكيلكوا يا جماعة من كتر جماله. عايزاكي تنسي بقى اي طريقة عملتي بيها السمك السنجاري او السمك المدسوس قبل كده وتجربي الطريقة ديت، بجد هتعجبك. ولو ما عجبتكيش الغي المتابعة على طول. ولو اول مرة بتشوفيني، انا ايه عبد اللطيف ودي صفحتي، يا ريت تعملي لي متابعة. يلا نشوف عملناها ازاي. بس في البداية نصلي على الحبيب، وما تنسيش تحطي لي كومنت حلو منك عشان تشجعيني. في الكبة او في الخلاط هحط بصلاية كبيرة، قرنين فلفل اخضر، و4 حبات من الطماطم، وحزمة كزبرة خضر، ومعايا قرن فلفل حامي للي بيحب الحراق. عايزة تلغيه الغيه مفيش مشكلة. 5-6 فصوص توم، وربع كوباية زيت، عصير 4 ليمونات كبار. كتري الليمون، الوصفة دي بتحب الليمون جدا. معايا التوابل، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وكركم وكزبرة ناشفة. هنضربهم بقى في الكبة. ودي شكل التتبيلة، ريحتها خطيرة وتجنن، ريحتها تجوع، عايزه تتاكل اكل يا جماعه والله. معايا سمك مكاريل مغسول ومتنضف ومفتوح بالشكل اللي قدامكم ده. هجهز الخضار اللي هحطه في الصينيه تحت السمك. بصل، حلقات بصل، وطماطم، شرايح ليمون، وشويه شبت اخضر. انزل بيهم في الصينيه واحط عليهم معلقتين من التتبيله بتاعتي اللي انا عاملاها دي. بعد كده اقلبهم كويس وافردهم في الصينيه بالشكل اللي قدامكم ده. هجيب السمك بقى وافرده في الصينيه بالشكل ده. انزل التتبيله بقى على السمك واتاكد ان هي مفروده كويس جدا على السمك عشان السمكيه تاخد من طعم التتبيله الحلو اللي قدامكم. هاخد بقى الصينيه الجميله دي ادخلها الفرن على رف اوسط لحد ما الخضار والسمك يستوي، وبعد كده ارفعها على الشبكه عشان تاخد لون ذهبي حلو. زي ما انتم شايفين السمكه مستويه ودايبه دوب والطعم خطير. جربيها بقى وارجعي قولي لي رايك في الكومنتات، وبألف هنا.